السلام عليكم. هذه واحد الكيكه بدون دقيق، رائعه جدا وخفيفه وسهله التحضير. كنتمنى تعجبكم وتتبعوا معايا الطريقه بسيطه. المرضى السكري، الناس متبعين ريجيم او حميه غذائيه واللي عندهم حساسيه الجلوتين، الشوكولاط الاسود 100% كاكاو بدون سكر. الى عجبتكم ممكن تتبعوا معايا الطريقه، والمقادير بسيطه جدا. هادو هما المقادير ديال الكيك. غادي نصيبو باملو او زبده الفول السوداني، هذا كاوكاو محمر مطحون مع زيت الزيتون، والتحليه حسب الذوق، ممكن بديل السكر او العسل او حسب الذوق، مع 3 ديال البيضات، حبات ديال البيض، واحد جبن ديال بيرلي. خميره الحلويات يعني حتى هي اختياريه. بالنسبه للتحليه كما قلت لكم انا غادي نستعمل بديل السكر. ناخذ هاد الاشبر هادي ونحط فيها هاد المقادير بالتتابع. غادي نصب البيض هو الاول. هنا كاين 3 حبات ديال البيض، كل حبه ديال البيض كنضيف ليها ملعقه كبيره ديال الاملو. كنضيف 1 2 3 وغنضيف واحده اخرى على حسب الجبن ديال البيرلي. اللي مبغاش يضيف البيرلي يكتفي ب3 ديال المعالق كبار. من بعد كنضيف هاد بيرلي مسوس بدون سكر او اي نوع من اليوغورت بدون سكر، تيبقى اختياري. من بعد كنستعمل ملعقه كبيره ديال بديل السكر، كتبقى اي نوع كتستعملوه، كتبقى التحليه اختياريه. كنحرك هاد المقادير. بالنسبه لخميره الحلويات كتبقى اختياريه، اللي بغا يستعملها اللي مبغاش مكينش. كنحركهم شويه، من بعد كنديرهم في الهاشوار، كندير لهم داك الموس وكنحركهم مزيان. دابا غندير لهم في الطوب باش نطربيهم مزيان داك البيض باش يطلع الكيك مزيان. كنضيف ليه هاد الموس كما شفتوا، باش كل ما البيض طرب مزيان كطلع حلوه مزيانه هكذا. من بعد كنضيف واحد الملعقه ديال القرفه اختياريه، او سكنجبير او اي نوع، يعني اختياريه هذه ماشي. المهم قوام هذا هو الشكل ديالو. الا جا خفيف كنضيفوا ليه. المهم هذا هو القوام ديال الكيك. دائما خصو يجي ثقيل شويه. الا جا خفيف راه الحلوه كطلع من بعد كتنزل في الفران. هذا هو القوام ديالو. المهم نوريكم القوام ديال الكيك. هكا كيجي ثقيل بحال هكا. هذا هو الشكل ديالو. صافي. من بعد كناخذ واحد الطاوه، اي شكل ديال الطاوه، كندير فيها الورق ديال الزبده، كندهنو بالزيت هكذا، كنحط فيها الخليط كنقادو مزيان. من بعد غادي نضيف واحد الشوكولاط الاسود بدون سكر، نضيفو حتى هو اختياري هكذا. انا كيعجبني هذا المول هذا، كتجي الكيكه رقيقه وطيه، كطيب على هذا الشكل. اللي بغى الكيك يجي يعني مرتفع يستعمل بحال هذا. من بعد كنضيف هذا الشوكولاط هذا 100% كاكاو نحطو. كناخذ واحد القدر هكذا، نقطعو على هذا الشكل او اي شكل بحال هكا، وكنزينو به في الفوق. صافي كنقطعو على هذا الشكل هذا، كنزين به هذا هذا من الفوق بهذا الشكل. كل جهه كنحط فيها شويه هكذا. المهم
هذا هو الشكل ديالو. كنوزعو عليه الشكل بحال هذا الشكل هذا، وكندخل على الفرن. دائما مبتدئين الفرن تيكون كنخدمو من الاسفل فقط حتى كيطيب الكيك تماما، عاد كنشعل الفوق باش يتحمر. هذه هي الكيكه والبسكوته بعد ما طابت. وهذا الشكلاط المر عطاه واحد النكهه رائعه جدا، يعني شكل بسيط جدا سهل التحضير. دابا غادي نقطعها، جات رقيقه وخفيفه. ديجا انا درت كيكه ديال الكاوكاو والفول السوداني، كتجي خفيفه بزاف. هذا هو الشكل ديالها بعد ما قطعتها. دابا غادي نزلها في واحد الطبق ديال التقديم. جات خفيفه رائعه جدا. هاد الكيكه وهاد البسكوتة هادي الناس مرضى السكري والناس اللي متبعين حمية غذائية واللي عندهم حساسية للجلوتين رائعة جدا. هذا هو الشكل ديالها رائع. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. الكيكه ممكن اللي عنده املو يستعمل املو، اللي ما عندوش ممكن يطحن كاوكاو محمر ويدير فيه الكيك بحال هذا الشكل هذا، او اللوز حتى هو كيجي مزيان بدون دقيق. افضل شيء انها ما كترفعش السكر، ناكلوها مع اتاي مع شرب الشاي والقهوه، فطوره والكوتي رائع جدا. بالنسبه الى استعملتو كاوكاو يعني محمر مطحون، كتضيفوا الزيت 4 معالق ديال زيت الزيتون او حسب الذوق، او نص كاس صغير. الى عجبتكم هاد الكيكه او هاد الشكل ديال هاد الكيكه هادي مسكوته بدون سكر، ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك. وشكرا دائما على المشاهده وحسن المتابعه. اللي متبعين الناس مرضى السكري متبعين رجيم الكيتو لو كارب واللي عنده حساسيه الجلوتين، هاد الكيكه مناسبه جدا رائعه. كتجي خفيفه رائعه جدا وجديده ما شاء الله. كيكه رائعه بدون دقيق، خفيفه وسهله التحضير. كنتمنى تعجبكم.